أكشن. مرحبا، أنا بوغلاس، مصور وصانع أفلام. بدون مقدمات، 3 جمل وعبارات يكرهها أي مصور كيفما كان نوعه. إذا كنت تود أن تخلق علاقة طيبة مع مصور ما، إياك أن تسقط في المحظور وتطلب منه الآتي: ابعث لي الصور على الواتساب. نعم، إذا ذكرت هذه العبارة لمصور ما فاعلم أنك قد سقطت في المحظور. لماذا في نظرك قد يكره أي مصور هذه الجملة؟ سأخبرك. هل تعلم أن المصور استثمر جزءا كبيرا من حياته لتعلم التصوير، وجزءا مهما من ماله لاقتناء المعدات غالية الثمن، ثم جهدا بدنيا وذهنيا لالتقاط الصور، ثم يأتي حضرتك بكل سهولة وبساطة تطلب منه أن يبعث لك تلك الصور على الواتساب؟ يا لوقاحتك، هذا قد يعتبر تقليل من قيمة المصور ومما يقوم به من عمل في التقاط الصور. أضف إلى ذلك أن المصور يقوم بالتعديل على الصور بكل حب وفرح، مما يجعله يرى جودة الصور قد تنهار إن قام ببعثها لصاحبها عبر وسائل قد تؤثر على جودة تلك الصور، والواتساب من بين تلك الوسائل التي تؤثر على الصور وجودتها. ثانيا، وركز معي، إياك أن تقوم بمدح معدات المصور كيفما كانت قيمتها وشكلها، لأنه في وجهة نظرك تلك المعدات الغالية الثمن هي السبب الرئيسي في صناعة تلك الصور الجميلة التي تشاهدها. هذا غلط. أما بالنسبة للمصور فتلك المعدات ما هي إلا وسائل وآليات تساعده في صناعة الصورة. السر في العين لا في الآلة، وإلا أصبح الجميع يتقنون فن التصوير، خصوصا أصحاب الأخلاق. ثالثا، وهنا إحدى الكوارث الطبيعية التي سمعناها مرارا وتكرارا، في المغرب نسمع جي وجيب معك لاباراي، أو جي وجيب معك الكاميرا. نعم، كما سمعت. الكثير من المصورين يعرفون هذه الجملة خصوصا في المغرب حق المعرفة. وفي الخليج أو لدى إخواننا في الخليج على سبيل المثال يقولون تعال احنا عازمينك بس لا تنسى تجيب الكاميرا حقتك وياك. يلا، ترى على فكرة هم مو عازمين الشخص سيادتك، هم عازمين الكاميرا. قول الكاميرا تيجي وانت يجي معاها علشان تشتغل. نعم، عازمينك مشان تشتغل مش مشان العزومة. جيب الكاميرا وياك. هناك بعض الأشياء الأخرى التي تزعج المصورين بصفة عامة، أخبرتكم فقط القليل منها. هل ترغبون في معرفة بعض الأمور من هذا القبيل التي تزعج صناع الأفلام أيضا؟ اكتبوا لنا ذلك. وإذا كنت مصورا أخبرنا عن الأمور التي تكرهها وتسمعها من عامة الناس أو في محيطك هنا. ولا تنسى تجيب الكاميرا حقتك وانت جاي تخبرنا بالكومنت. يلا، سلام.